في قصص بتبدأ بهزار وبنضحك ونقول يا عم دي لعب عيال، لكن القصة دي الهزار قلب لكابوس. قصة ولد عنده 15 سنة كان قاعد لوحده في أوضة ضلمة، ماسك تليفونه وبيسأل أسئلة الشيطان نفسه يستغربها. كان قاعد على سريره، نور الأوضة مطفي والإضاءة الوحيدة جاية من شاشة موبايله. عيال في سنه بتسأل عن ألعاب، عن واجبات، عن امتحانات، لكن هو كان بيسأل سؤال واحد: إزاي أعمل جريمة ومحدش يعرف؟ كتبها بكل بساطة كأنه بيسأل عن وصفة طبخ وبيستنى الرد. ظهر الرد قدامه، كلمات واضحة وهادية لكنها مرعبة: هتتكشف، يا إما من الكاميرات يا إما من الدي إن إيه يا إما من آخر مكان راحته الضحية. نهايتك سودة لو مشيت في الطريق ده. أي حد كان هيخاف، أي حد كان هيقف، لكن هو بدأ يسأل أكتر، بدأ يكتب من جديد. طب لو مسحت كل حاجة وخدت موبايله ولبست كمامة وكاب واستخدمت شبكة واي فاي غير بتاعتي ورميت التليفون في البحر، النسبة هتفضل كام؟ شات جي بي تي رد عليه من تاني وبرضه هيوصلولك. أي شعرة، أي وصمة، أي صورة من ظهرك، أي أثر بسيط، مفيش جريمة كاملة. بس الغريب إن الولد مكتفاش، فضل يسأل ويسأل بدماغ مش بتفكر زي طفل، بتفكر زي مجرم صغير. وبعد سلسلة من الأسئلة المرعبة كتب في الآخر: يا عم بهزر. كأنه بيحاول يقنع نفسه مش بيقنع شات جي بي تي، كأنه بيهرب من حقيقة هو عارفها، إنه كان فعلا بيفكر، فعلا ناوي، فعلا داخل في طريق سواد. لما حصلت الجريمة والموضوع وصل للشرطة، بدأوا يفتشوا في موبايله ولقوا كل حاجة: الأسئلة، السيناريوهات والخطط والتحذيرات اللي ما سمعهاش. شات جي بي تي نفسه كان واقف ضده. الحكاية دي مش مجرد جريمة ولا مجرد طفل ضاع، دي رسالة لكل بيت: أولادكم مش دايما بيشاركوا اللي جواهم. في اللي بيخاف، وفي اللي بيجرب، وفي اللي بيتوه في طريق مظلم بسبب فراغ أو غضب أو قلة اهتمام. التكنولوجيا مش لعبة ومش دايما أداة مساعدة، ممكن تبقى سبب النهاية لو وقعت في الإيد الغلط.